الأهلي يبدع كعادة البطل. قبل ما نبدأ حلقتنا مع بعض زي ما متعودين ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصرهم ويثبت أقدامهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم يا رب العالمين. فرق كبير ما بين المنافس وبين البطل. البطل دايما بيبقى حاطط هدف قدامه هيوصل له مهما حصل. أنا مركز على إن أنا هاخد البطولة دي، بفضل أعافر للنهاية لغاية ما اخد البطولة. عكس المنافس، حتى في تغيير المنافس مش شرط بيراميدز السنه دي عشان بينافس الاهلي، لا، على مدار كتير من السنين اللي فاتت بنشوف فرق بحجم نادي الزمالك، بحجم بيراميدز، اسماعيلي، مصري، بيقدروا ان هم يتصدروا الدوري لفتره كبيره بس ما بيكملوش للنهايه، لان ده مش بطل، ده منافس. عكس البطل الاهلي، فأمر الظروف ليه وأصعب الظروف ليه بيقدر إن هو ينافس بشراسة على اللقب بتاعه. بالتالي على مدار سنين كتيرة بتلاقي النادي الأهلي في الدوريات حتى اللي بيخسرها يعني بيفنش تاني بيفنش تالت، وفين وفين عقبال ما بتحصل. يعني ممكن نقول مثلا كل 5 6 سنين مرة. النادي الأهلي دايما بيبقى مركز على الهدف بتاعه، وهو ده اللي مميز النادي الأهلي عن بقية الفرق كلها اللي موجودة في شمال أفريقيا. مش هنقول في مصر بس ولا في الدوري المصري بس، يعني بنشوف حتى النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يعني برضه متصدر المشهد ب 12 بطولة، بعيد جدا عن المنافس ليه. هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما بيبقى عايز إيه؟ شايف هو عايز إيه من البطولة اللي داخلها. لذلك النادي الاهلي في حته تانية. يعني انت صعب جدا تقارن النادي الاهلي باي نادي في شمال افريقيا حاليا. الاهلي في حته تانية، وبنتمنى ان النادي الاهلي يفضل كده على طول. النادي الاهلي بيفوز النهارده على سيراميكا كليوباترا ب4 اهداف، يعني متعه موجوده، اهداف ولا اجمل ولا اروع من كده. بجد بجد يعني النهارده الواحد بيتفرج على الاهلي يعني مش حاسس ان في روتيشن بيتعمل بين اللعيبه، مش حاسس ان النادي الاهلي مضغوط في المباريات، مش حاسين بكل ده. شايفين متعه قدام عينينا. والهداف القناص وسام ابو علي. وسام ابو علي اللي تسلم يا ابني البطن اللي جابتك، وتسلم العين اللي شافتك والعين اللي جابتك النادي الاهلي. المسؤول على مجيه وسام ابو علي للنادي الاهلي ده يتكرم، ده يتكرم تقديرا ليه ان هو جاب قناص زي اسامه ابو علي. وسام ابو علي اللي بيعمل كل حاجه في الكوره. بنشوف وسام بالدماغ بيسجل، برجله بيسجل، يعني هداف متكامل فيه كل الصفات اللي كنا مفتقدينها بعد اعتزال كابتن عماد متعب. النهارده بيجي لك وسام ابو علي عشان يعوض الحته دي ويعوض النقطه دي. وسام ابو علي النهارده مفيش حاجه في الكوره ما عملهاش. سجل الهدف الاول، استغل الظروف، كوره بتتشاط، جت امام عاشور شاطها، جت عنده يعني فحطت له الكوره، يعني حسسنا ان الكوره سهله. وهو ده اللي بيمتاز بيه اي مهاجم، ان هي كوره سهله مش صعبه. انت بتلعب كوره لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه، وبالذات حته المهاجم دي لازم يبقى وهو في ال 18 يبقى حاسس بالحته اللي هو واقف فيها، وشايف كل حاجه، شايف المكان اللي هو واقف فيه صح. وسام النهارده بيسجل الجون الاولاني لمسه، عاصر نفسه بوسطه لمسه هو لعبها، مش هنقول ده توفيق حظ انها خبط، لا ده هو لعبها كده. وساب اللي الجون الثاني بيعمل ضربه جزاء، يمكن كلنا استغربنا ان هو ما دخلش شاط ضربه الجزاء علشان يبقى يقدر ان هو ينافس على هداف الدوري. يعني يمكن دي احنا ما عرفناش ليه لغايه دلوقتي. وسام اللي بيعمل ضربه الجزاء بتاع الجون الثاني بيشوطها امام عاشور، بيقدر ان هو يسجل الجون الثاني. بس كده الهدف الثالث بيقدر وسام ابو علي يجيبه من ركله حره مباشره باحتفالة ابو تريكه الماجيكو المعشوق الجماهير. باحتفال ابو تريكه وسام بيحط على طريقه محمد ابو تريكه. يمكن هي خدمت شويه في حته ان هي خبطت في الحيطه وراحت، بس ده توفيق والكل مجتهد ونصيب، وهو ده اللي بنتكلم فيه. اسعى عشان ربنا يكرمك، اسعى عشان تلاقي. الهدف الثالث بيقدر وسام يسجله من ركله حره مباشره. الهدف الرابع وسام ابو علي بيعمل اسيست من نص الملعب، يعني يدرس.
لعمر كمال عبد الواحد اللي حطها بطريقه جميله جدا. يعني النهارده عمر كمال عبد الواحد بيحط جول، يعني من المهاجمين اللي هي الايه، اللي مركزه، اللي عارفه هي بتعمل ايه، رغم ان هو مش مهاجم، رغم ان هو بيلعب جناح يمين او بيلعب باك شمال. يعني زي ما بيوظف كولر فين وفين قبل ما بنشوفه مثلا بيلعب هاف يمين هاف شمال. فبالتالي النهارده كل حاجه حلوه في الكوره. النهارده النادي الاهلي بيعمل كل حاجه. النهارده النادي الاهلي بيمتع جماهيره، بيقول انا البطل، انا البطل اللي مفيش منافس ليه. صعب انك تقارن النادي الاهلي باي نادي تاني في الشرق الاوسط، سواء دوريات اسيويه، دوري افريقيا، اي دوريات. النادي الاهلي يقارن بالناس اللي هو متحط معاها، ريال مدريد، برشلونه، بايرن ميونخ. يقارن بالناس دي. ان انت تقارن النادي الاهلي باي نادي في مصر ولا اي نادي في افريقيا، يبقى انت كده بتظلم النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده اللي بيوصل من 28 مباراه بيقدر ان هو يقتنص 72 نقطه. طبعا يعني بيراميدز لعب 30 مباراه، لسه كده النادي الاهلي فارق بمباراتين. النهارده طبعا يمكن رقم جديد لمارسيل كولر. طبعا 17 فوز على التوالي بيعادل رقم مانويل جوزيه. طبعا يمكن مانويل جوزيه حقق الرقم ده في 2004 2005. مانويل جوزيه الاسطوره اللي يعني ان شاء الله هنشوف كولر بيكرر الاسطوره دي تاني. بنشوف كولر ان هو يعني يقدر يكسر الارقام دي كلها. النهارده النادي الاهلي بيعمل كل حاجه في الكوره، احنا كمشاهدين مستمتعين. يمكن النهارده بنشوف برضو يعني خساره نادي الزمالك مش هنتكلم عليها لان هي يعني خلاص نادي الزمالك بشكل كبير ابتعد عن المنافسه بشكل كبير. هو مش من دلوقتي، ده من زمان. وبالتالي يعني الله يكون في عون جماهير نادي الزمالك. الله يكون في عون الجماهير دي بجد بجد يعني. الجماهير دي ليها الجنه. النهارده نادي الزمالك بيخسر من المقاولين العرب 2-1، يعني في مباراه غريبه، مباراه مش عارف نادي الزمالك يعني ايه اللي فيه. يعني نادي الزمالك لغايه النهارده كده مش قادر يخش المربع الذهبي. يعني نادي الزمالك لعب 29 مباراه ب 46 نقطه في المركز الخامس. يعني حتى كان صارع على ان هو يوصل للمربع الذهبي. من ضمن الحاجات اللي بتميز النادي الاهلي دايما هي الحته دي، حته ان هو يعني مركز. شفنا حتى تصريح لمارسيل كولر اللي يدرس. النادي الاهلي قدر ان هو يحسم الدوري، قال لك لسه انا لغايه وقتنا هذا ما حققتش اي شيء. ليه؟ عشان يخلي الدوافع عند اللعيبه مستمره، يخلي الدوافع عند اللعيبه. انا عايز 4 مباريات عشان احسم الدوري، هاخد ال4 مباريات و3 مباريات اقدر ان انا اريح اللعيبه واعمل روتيشن بين اللعيبه اللي هتقعد واللعيبه اللي هتمشي. ده النادي الاهلي، ده الجمهور اللي بيساند النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي في استمراريه وفي توفيق وفي بطولات وفي مزيد من كل ده عشان جمهوره وادارته ومدربينه ولاعيبته بتشتغل عشان تكبر الكيان ده. وهو ده اللي مخلي النادي الاهلي مستمر لغايه وقتنا هذا. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اشوفكم في حلقه جديده. ما تنساش الاشتراك في القناه. يا رب يكون المحتوى عجبكم. ان شاء الله نستمر معاكم في المزيد، وان شاء الله نقدر ان احنا نبقى احسن من كده شويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.